السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب حد يطلع يقول الصوت تمام، عشان اللايف سريع سريع قوي. بس زي ما قلنا لكم كده هنعمل لكم شوية مفاجآت الاسبوع ده. يلا حد يطلع يقول الصوت حلو عشان اقول لكم انا فين وهصور لكم ايه النهارده. الدنيا ساقعة عندنا قوي 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 قوي، بس اتعودنا بقى الحمد لله. يا ترى حد شايفني ولا ايه؟ مش قلت لكم خلي بالكم من الجروب وافتحوا النوتيفيكيشن الجروب واليوتيوب اليومين دول، عشان لما نطلع كده بسرعه نبص نلاقيكم على طول. بصوا يا جماعه، انا في اوتلت في نيويورك في لونج ايلاند، اسمه تانجر اوتلت او دير بارك اوتلت. ده اوتلت يعني ايه؟ اوتلت يعني فيه كل المحلات اللي هي البراندات. البراند يعني زي نايك، زي اديداس، زي بولو، زي كوتش، زي جوتشي، اللي هي المحلات اللي بتبقى البراند يعني. بس بيكون السعر فيها اقل من المحل نفسه. يعني نايك اوتلت غير نايك العادي. ممكن تلاقي نفس الشوز في نايك مثلا ب 150، بس في نايك اوتلت مثلا تلاقيه ب 90 دولار، ب 70، ب 80، وريفر بقى عليه ديلز قد ايه. ليه الاوتلت بيبقى ارخص؟ مش عارفه. انا من يوم ما جيت امريكا وانا اعرف ان الاوتلت بيبقى ارخص، بس هو ما بيكونش متوافر في اماكن كتير زي المحلات العاديه. يعني زي مثلا احنا عندنا في نيويورك الاوتلت بعدينا بحوالي ساعه، بعد كوينز بساعه. في جيرسي بيبقى فيه اوتلتس اكتر، في الولايات البعيده بقى فيه اكتر واكتر. فالناس اللي عايزه تشتري مثلا اللبس اللي هو الماركات ده بتروح بقى المكان اللي هو الاوتلت ده، فبتوفر بالذات لما يكون حد هيشتري حاجات كتير، مثلا دخلت مدارس او في عيد او كده، فحد هيشتري حاجات كتير. لو قطعه او قطعتين عادي الناس بقى ممكن تشتري من جنبها يعني. بس الاوتلت بيبقى ميزته حبيبتي يا بوبش، بيبقى ميزته ان هو جامع محلات كتير جنب بعض. يعني زي ما انتم شايفين هنا اهو في ريبوك، في بولو زي ما وريتهولكم، وانا هدخل دلوقتي نايك واوريهولكم. فالواحد لو عايز يشتري حاجه بيلف بين المحل ده والمحل ده والمحل ده، مش بيبقى مثلا بيبقى عنده opportunity كتيره يقدر يشتري من اكتر من محل غير المحلات التانية. فانا هدخل لكم دلوقتي نايك. وطبعا احنا زي ما قلنا اليومين دولت في سيلز كتير، عشان خاطر في ديلز وسيل، عشان خاطر ثانك يو ثانك يو هلو هاي. طبعا زي ما قلت لكم في سيلز كتير وديلز، عشان خاطر احنا في النيو يير واجازه والكريسماس والحاجات دي كلها بتعمل سيلز. يعني بيبقى فيه ديلز كتير، بيبقى ارخص كمان من العادي. انا بحاول هنا مثلا ده التيشيرت ده ب 34 كام، ب 35 دولار يعني اولموست التيشيرت او البنطلون ده. طبعا بيبقى مثلا سعره الاساسي مثلا 48 دولار ونازل على 34 دولار. ده عشان اوتلت وعشان برضو في ديلز. الحاجات دي كلها عليها 30% اوف. طبعا بقى مش هقعد يعني ابص على كل سعر حاجه، عشان انا عايزه ادخل اكتر من محل وافرجكم، بس عشان الناس اللي جايه جديد تبقى عارفه يعني ايه اوتلت وتعرف ازاي تشتري من الاوتلت ده. هيوفر معاها كتير. يعني كل الحاجات دي لو دخلتوا في محل نايك العادي مش الاوتلت هتبص تلاقي اسعارها هتكون اغلى من كده بكتير. ده قسم السيدات، انا بس مش عايزه اصور حد. يعطيكي العافيه. بس نايك بدعم الاحتلال. لا انا والله ما اعرفش اذا كان انا في مكان يعني اوتلت، فبشرح فكره الاوتلت يعني ايه، عشان هو بيوفر مع الناس، فبفرج الناس بس مش اكتر. يعني ايه كلمه اوتلت والحاجه ارخص ولا لا، لكن حاجه تبع الاحتلال او لا. طبعا كل واحد قبل ما يشتري بقى الحاجه بيبقى عارف اذا كانت دي بتدعم او ما بتدعمش. سوري
excuse me thank you. انا بس اكيد يعني الاحتلال هيخلص والمقاطعه هتخلص ان شاء الله، فانا جات لي فرصه عشان احنا في اجازه. اسم مكان الاوتلت هكتبه لكم في الكومنتس، اسمه تانجر اوتلت او دير بارك اوتلت، هكتبه لكم ان شاء الله بالظبط. انا بتكلم عشان الناس اللي جايه مثلا سي جديد وعايزه بتشتري لاولادها، لان الولاد بيروحوا المدرسه كل يوم، فطبعا بيلبسوا بالذات في اليوم اللي عندهم فيه سبورت او جيم بيلبسوا الحاجات دي كل يوم، الكوتشيات والحاجات دي. يعني مثلا هنا بس انا بفهمكم ان ده مثلا سعره كام، والله مش شايفه، $84، يعني ده ب $84. هو في الاصل ب 150 بس نازل هنا عشان الديلز في 30% برسنت اوف، ده عشان خاطر احنا في الكريسماس والنيو يير والحاجات دي. ده مثلا نازل ب $29، فعارفين يعني ايه كوتشي نايك ب $29؟ ده مش هتلاقوه مثلا غير في الاوتلت. فانا كل هدفي من الفيديوهات يا جماعه الناس اللي لسه جايه جديد، طبعا اللي قاعد في امريكا اكيد فاهم وعارف الكلام ده كويس، بس الناس اللي جايه جديد ما بتبقاش عارفه يعني ايه اوتلت، وبتشتري مثلا لو مضطره زي ما بقول لكم عشان الولاد بيروحوا المدرسه فبيستخدموا السنيكرز دي كل يوم، فما يعني لو جابوا سنيكرز عادي ب $30-40 بعد شويه مثلا ممكن بيبوظ. فطب ما هو ممكن يروح نايك او زي ما قلت بقى اي براند، يعني السكتشر او الحاجات اللي هي بتبقى فتره طويله، دي الحاجات الرجالي مثلا ده ب $70. لو في اي مكان تاني مش هيبقى بالسعر ده. فبدل ما الناس تشتري من المحلات العاديه اللي لسه جايه جديد عشان بيبقى بالنسبه لها مثلا ده مثلا ب $50، فده ان كوتش نايك بالسعر ده حلو قوي. فانا كل الهدف من الفيديوهات اللي بعملها الفتره دي ان انا اوري الناس اللي ما تعرفش الحاجات دي ازاي توفر وازاي تجيب منها في نفس الوقت، بدل ما هي بتجيب من بره بنفس السعر وفي الاخر الحاجه بتبوظ بسرعه. فده الهدف بس من الفيديو. بعد بقى اكيد الاحتلال هيخلص والمقاطعه وان شاء الله ربنا هيشيل الغمه دي، فالناس هترجع تشتري. فانا بس الفرصه ان انا موجوده في المكان دلوقتي. يلا خليكم بقى متابعين الصفحه عشان انا كده خلصت نايك، وهصور لكم بقيه المحلات الموجوده في الاوتلت وقد ايه بيبقى فرق السعر. مثلا ده يا جماعه ب $50. من رابع المستحيلات مثلا ان حد يلاقي كوتشي زي ده، لو حد بيخرج كل يوم الشغل بكوتشي. الكوتشيات دي بتبقى مريحه جدا، اي كوتشي من اي براند يعني بيبقى مريح جدا. طبعا بيختلف من شخص لشخص، في شخص بيرتاح في السكتشر، في شخص بيرتاح في النايك، بس anyway اي حاجه براند ما بتقطعش، بيفضل فتره طويله كده. فالحاجات دي بس انا بوريكم ازاي تجيبوها من اماكن، لان انتوا لو لسه جايين مش هتلاقوا ناس كتيره تعرفكم هي بتشتري حاجتها منين، عشان تبقوا انتوا متخيلين في دماغات كده، يعني مش كل الناس، بس عشان تبقوا انتوا مثلا لو ليكوا جيران او اصحاب او كده هتلاقيهم مثلا ايه مش بيقولوا لكم، عشان تبقوا انتوا شايفينهم بيلبسوا الحاجه تبقوا متخيلين ان هم بيشتروها بقى بالريجولار برايس بتاعها بالسعر، يعني الشوز مثلا $200 نايك 150 الحاجات دي كلها. طبعا كله اهو عليه اوف 30% اوف 20% اوف الحاجات دي كلها. طبعا في ناس زي ما بقول لكم بتخرج كل يوم من الشغل باللبس ده، فاللبس في نايك بالذات بيبقى اللي رايح المدرسه اللي رايح شغل مش كلاسيك مثلا كاجوال، فبيضطر يلبس الحاجات دي كل يوم. يلا استنوني هطلع لكم كمان شويه من محل تاني.